قلت لك مش هتعرف تسلك مع نعيمه. ايوه بس دي حاجه غريبه جدا. ده احنا متجوزين والله. انا مش فاهم يعني، ده انا اللي جيت هنا برجلي امبارح وكنت بساعدها في موضوع منة وقلت لها تروح لها الشركه. والله لو عملت قرد. انا واختي اهم حاجه في حياه نعيمه، يعني مش هتامن لك ولا تدي لك الامان وتفتح لك الباب الا لما تطمن على الاخر. طب وانت وانا ايه؟ فتحت الباب ولا لسه؟ صدقت يعني ان انا حبيتك ولا لسه الموضوع مش داخل دماغك؟ اقول لك بصراحه، طبعا. ساعات كده بستغباك. نعم. بستغباك اللي هو ازاي يعني؟ يعني لو انا ما كنتش مواربه الباب كنت هبقى قاعده انا وانت هنا ننم على امي. لا صح. ماشي يا ستي، اعملي بقى فيا اللي انت عايزاه طالما في امل، وانا هعتبرها خطوبه شكلها غريب شويه. انت عارف ايه الغريب اللي في حوارنا ده؟ ايه؟ ان الدنيا عمرها ما كانت سهله قوي كده. حاجه كده تخوف. يعني امي على طول كانت بتستنى الجوازه دي، فجاه كده لقيتها في وشها. سبحان الله، واحنا في الجنه ولا ايه؟ طب وليه لا؟ يا ستي اعتبر ان ربنا مكلكعها عندنا ومسهلها عندنا. هو ليه كل حاجه لازم تبقى غم ونكد يعني؟ مين قالك ان منا عندها غم ونكد؟ هي بس بتدي درس لنعيمه علشان خاطر بتتحكم فينا شويه، لكن هي لا مسافره ولا حاجه. انا عارفاها كويس، هي هنا في مصر بس بتلعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دي شركة الأستاذ شريف؟ أيوة يا فندم. طب هو مكتبه فين؟ فوق بس خير. حضرتك واخدة ميعاد؟ قول له نعيمة أم منة. منة صابر. أيوه هو عارفني. يعني إيه ما تعرفش عنها حاجة؟ بنتي فين؟ اهدي بس يا ست نعيمه، ما تعمليش كده. مش عايزة أهدى. محدش حاسس بيا، محدش حاسس بالمصيبة اللي أنا فيها. ست نعيمه انا عايز اساعدك بس اعمل ايه طيب؟ يعني هي ما بتجيش الشغل خالص؟ انا ما شفتش منها بقالي فتره طويله، بكلمها على الموبايل مقفول. دي كانت هتموت على الشغل. ما وراهاش غير التصوير والفيديوهات النيلة اللي بتهببها دي. خلاص نسيت ده كله عشان سيجارة. انا نفسي بصراحه مش فاهم حاجه. النبي يا شريف بيه، سايق عليك النبي وحياة ولادك وحياة أغلى ما عندك. لو عرفت عنها أي حاجة تقولي. الله يسترك، طمن قلبي. تلاقيش يا ست نعيمه، حاضر هعمل كده. خير. سلام عليكم. مع السلامه. غلبانه مامتك قوي منها. ده انا قلبي وقع في رجليا لما شفتها تحت. طبعا لو حبيتي تفضفضي او تقولي اللي جواكي انا تحت امرك. لا مش حاسه ان انا عايزه اتكلم في الموضوع ده خالص. انا اللي بيني وبين ماما مش حاجه واحده بس، اللي بيني وبينها حاجات كتيره قوي واتراكمت مع الوقت بقى. براحتك. ايه الموضوع اللي كنت عايزه تكلميني فيه؟ هو اشمعنى دبي؟ يعني انا حاسه ان الموضوع ليه علاقه بمستر عمرو الشربيني او حاجه زي كده يعني. مش حاسه ان هو موضوع برنامجه بس. ده حقيقي. مستر عمرو هينقل شغله كله دبي من اول السنه، واكيد عايزك جنبه. حاضر. برافو يا منى. انا سعيد بيكي جدا. كنت متوقع ان انت هتقاومي وتقولي اصل انا اتجوزت وبتاع والكلام ده. انت كده فعلا تستحقي البرنامج. هو انا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر البرنامج؟ بس خلي بالك من حاجه يا منى. مستر عمرو مش هيفضل الصديق اللطيف كده طول الوقت. بعد البرنامج ممكن يقرر ان علاقتكم تبقى شكلها حاجه تاني خالص. انا بقولك كده عشان ما تتفاجئيش، وساعتها هيبان بقى اذا كنت استوعبتي فعلا درس الطاعه ولا كنت عامله بس انك مستوعباه.
معلش يا مستر شريف عن اذنك. ايه ده؟ منى هي دي كانت جايه عايزه ايه؟ عملتي لي ايه في الفايل اللي طلبته منك؟ انا واخده بالي انك بتعمل سكيب لاي حاجه تخص منى ومش عايز تجاوب، كأن بينكوا اسرار انا معرفهاش. نهى، شوفي لي ميتنج الساعة 8 يا اخباره. يخرب بيت دماغك يا سماح، انت كل ده معاك اللي الراجل عايزه ساكته؟ انت عبيطه يا بت. وده انت، انا مش ناقصه اهلك. انا كنت عايز اعرف انت اخرك ايه مع اللي اسمه نور ده وماشي معاك وباكلك الاونطه، لكن من هنا ورايح حسك عينك تكلمني وتوسوس في وداني زي الشياطين. مش انا اللي بيع نعيمه. كدابه، عشان لو مش كده ما كنتيش هتيجي تقولي لي انك عرفتي حاجه اصلا، كنت كرفتي امي. انت عايزه بس خايفه. انا اللي بقول لك يا سماح ما تخافيش. هقول لك على حاجه تانية، قولي لي انا الحاجه اللي انت عرفتيها وانا هروح اقولها لنور بطريقتي، وبالمره برضه عشان ضميرك ما يأنبكيش. والنبي يا سماح، يا سماح دي فرصه عمرنا. واخو النعيمه؟ عشان مين؟ عشانك انت؟ عشان اما القرش يجري في ايديك تروح تلوف على واحده تانية؟ ده بعدك. ليه؟ مش هي دي نعيمه اللي على طول تقعدي تشتكي لي منها وتقولي لي واكله حقك وبتعاملك اقل من بناتها وبناتها بيتعاملوا معاكي على انك خدامه؟ مش هي دي نعيمه؟ انت ايه شيطان؟ انت مش شيطان، ده انت ابليس. ولو نعيمه تعمل اللي هي عايزاه انا راضيه. قومي معايا يا سماح دلوقتي حالا على المأذون، هكتب عليكي وقتي عشان اثبت لك اني جد كمان، واقول لك على حاجه كمان، هخلي العصمه في ايدك عشان تضمني ان انا مش هخلع منك. اهو دلقت الكركديه عشان اثبت لك برضه ان انا بحبك وشريك. اهو مين اللي هيحاسب دلوقتي؟ 2 مليون جنيه يا سماح، 2 مليون. يعني صحيح بتحبني يا واد؟ طب والله العظيم بحبك. يعني هتصوني وتبقى راجلي وتعمل لي بيت؟ احلى بيت في اجمل منطقه خلقها ربنا، وهتبقي سماح هانم وهبقى حوده بيه، وهستتك واجيب لك اللي يخدموكي كمان. طب نطلع على المأذون حالا وسيبنا نفكر في موضوع نور ده، كده هيفتح الله. هات يا ابني حاجه نمسح الكركديل الدلع ده. لا يا حبيبتي، انا مدياكي فرصه عشان تجهزي لي الفلوس مش عشان تفكري. ما عادش فيه فلوس. انت مش شايفه ان انا سكيت على المطعم؟ انت يا بعيده ما بتحسيش. لا فيها نعيمه وفي كتير كمان، وانا هاخدهم يا نعيمه، هاخدهم من عينك. وزي ما كبشت كده واديتي لطه واديتي العبير، اكبشي واديني. بصي يا اختي، انا في العادي احب اقلع البلغه واديكي بيها. اشحال بقى اذا كنتي بتهدديني في الظروف اللي انا فيها دي بسحنه امك دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ست نعيمه موجوده؟ ايوه قاعده مع وفاء جوه. وفاء اختي؟ ايوه اتفضل اعمل لك شاي لحد ما يخلصوا. يلا يا وليه نجري بقى، وريني عرض التاني واعلى ما في خيلك اركبيه. هركبه يا نعيمه، هركبه وادلدل رجليا كمان. انا هطلع من هنا واروح على الورشه اللي بيشتغل فيها طه وهقول له كل حاجه، وهفضحك وهفضح عبير كمان. وانت ما تعرفيش بقى طه لما يحط حد في دماغه ويطلع عليه يحصل ايه، وعليا وعلى طه. حاجة ايه يا بنت اللي عايزه تقوليه؟ بيت في التجمع الخامس. صاحبته شغالة في مجلة بتشتغل فيها من البيت. جوزها دكتور سنان وعندهم وقت عنده 7 سنين. كنت بروح لهم كل يوم من 9 ل 5. المغفل اللي قاعد في البيت فاكرك شغالة فراشة في مدرسة مش كده؟ المدرسة اللي جرجرتني ليها زي الخروف دي بتاعت ايه؟ انت بتمد ايدك عليا يا طه، دي وصية ابوك عليا يا طه، كده برضه. بتاعت انت! بتاعت الواد ابن الست. هي كانت ماسكة فيا ومش عايزاني امشي. قالت لي تعالي نعمل الحركة دي على جوزك عشان يخليكي تكملي معايا. طلعني يا طه. نعم يا اختي. عايزة تعملي العملة وتلبسيها لي انا؟ عايزة تبقى انت الصح وانا غلطان.
هلم هدومي وانزل عند نعيمة وانت هتطلقني. طلقني يا طه، مش هعرف اعيش معاك بعد كده.